السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم. كل سنة وانتم طيبين يا أولاد، وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله. آخر فيديوهات ما هنشرح فيها مراجعة نهاية السنة، وبالتحديد أهم النقاط اللي وردت بين السطور اللي جه فيها أسئلة في السنين اللي فاتت، عشان نضمن بإذن المولى عز وجل إن احنا نقفل. بالنسبة للدروس دي هتلاقيها موجودة عندك مشروحة بالتفصيل في فيديوهات خاصة على المنصة. أما النهاردة فإحنا هنراجع أهم النقط اللي بتيجي في الامتحانات. أول درس عندي بيقول مصر من الفتح الإسلامي وحتى الدول المستقلة. إيه اللي حصل في الفتح الإسلامي؟ أقول لك أنا. تعال للحاجات اللي بين السطور. أحوال مصر قبل الفتح الإسلامي إيه؟ قال لي هتتكلم على أحوال سياسية وأحوال اقتصادية وأحوال دينية. أحوال سياسية، الحاكم الروماني كان بيسيطر على كل شؤون العالم المصري، ما بين سياسية وإدارية عسكرية واقتصادية، بيجمعها كلها في إيده، وده اسمه عدم الفصل بين السلطات، وده اللي هيغيره الخليفة عمر ابن الخطاب. اقتصاديا عانى الشعب المصري من كثرة الضرائب اللي بلغت ما يقرب من 200 نوع، وكان تعبان في انه يدفع ال 200 نوع دول. دينيا فقد المصريين حريتهم الدينية، وشرحتها كذا مرة. وثني مسيحي مسيحي مسيحي، وثني وثني تعرض المصري للاضطهاد، وثني مسيحي تعرض للاضطهاد، حتى مسيحي مسيحي تعرض للاضطهاد. عوامل الفتح الإسلامي، المسلمين هيفتحوا مصر ليه؟ قال لك للعديد من الأسباب. عامل ديني، عامل حربي، عامل تاريخ. عامل ديني، وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر المولى سبحانه وتعالى لمصر في القرآن الكريم عدة مرات صريحة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سيفتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم في رباط إلى يوم القيامة. عامل حربي لتأمين فتوحات الشام والمدينة المنورة. عامل تاريخي، الصلات القديمة ما بين مصر وشبه الجزيرة العربية، من أول ما سيدنا إبراهيم تزوج السيدة هاجر خلفوا لنا سيدنا إسماعيل، والذي يلقب بأبو العرب. النتائج المترتبة على مؤتمر الجابية 17 هجريا، النتائج المترتبة عليه قرار فتح مصر واللي خرج من جنوب سوريا. طب هنفتح مصر يا مستر ليه وازاي؟ قال لك ليه؟ بسبب العوامل اللي انا قلتها. ازاي؟ هيتحرك عمرو بن العاص ومعه 4000 جندي، وهيلحقوا فيما بعد اثناء حصار حصن بابليون 4000 زيهم، وكده يبقى المجموع 8000. المسلمين هيوصلوا إلى حصن بابليون. طب فكرني كده يا مستر بالمزارات اللي دخلوها. دخلوا العريش، دخلوا الفرمة، دخلوا بلبيس، أم دينين، بابليون، وأخيرا الأسكندرية. في بابليون هيحصل مفاوضات ما بين المسلمين وما بين الرومانيين بقيادة المقوقس. مين اللي هيفشلها؟ هرقل ملك الروم. مين كان عايز يقبل؟ المقوقس عظيم القبط في مصر. وهنا عرض المسلمين دخول المقوقس في الإسلام، أو القبول بأنه يكون حاكم لمصر ودفع الجزية وبقائه هو والرومان في مصر، ولكن بسبب رفض هرقل فشلت هذه المفاوضات. وهنا هاجي أقارن ما بين صلح الإسكندرية ومفاوضات حصن بابليون. في صلح الإسكندرية هيخرج الرومان، مش هيرجعوا. في بابليون كان المفروض يفضلوا قاعدين والمقوقس يبقى حاكما على مصر. في صلح الإسكندرية هيطردوا من مصر، مش هيحافظوا على أي ممتلكاتهم. في بابليون كانوا هيقعدوا وهيحافظوا على ممتلكاتهم. أسباب طول مدة حصار المسلمين الإسكندرية لأنها مدينة ساحلية، كان بيجيها الإمدادات من الشمال الروماني، وكمان كان بيدافع عنها الرومان باستماتة. طيب، ما هي المراحل التي خاضها المسلمون في الفتح الإسلامي؟ قال لك المسلمون بدأوا بالاستيلاء على مدينة العريش بكل سهولة. طب ده بيدل على إيه؟ عدم قدرة الرومان على السيطرة على القطر المصري وتأمينه بالكامل. نجح المسلمون في ضم الفرمة واتجهوا إلى بلبيس، وده يدل على الحامية الصغيرة اللي كانت موجودة في الفرمة، هي حامية ضعيفة. نتج عن خبرة عمرو بن العاص بطبيعة مظاهر السطح باختيار طريق الفرمة بالبيس، حيث أنه صاحب ظهير صحراوي يتفوق فيه المسلمين عن الرومان، بالإضافة لأن الرومان ما يقدروش يدخلوا يضربوا.
توجد علاقة قوية بين تداعيات موقعة أم دنين وحصار المسلمين لحصن بابليون. إزاي؟ قال لك إن عمرو بن العاص استطاع الاستيلاء عليها، فكانت بمثابة معقلا للمسلمين للمهاجمة على حصن بابليون، وفر الرومان منها إلى حصن بابليون ليتحصنوا به ويحتموا به، وهناك تواجد المقوقس عظيم القبط في مصر. اعتمد فتح حصن بابليون على المساعدة الخارجية، أيوة، من خلال إرسال عمر بن الخطاب 4000 راجل على رأس كل 1000 منهم رجلا بمقام 1000. طب مين هم؟ قال لك الزبير بن العوام، عبادة بن الصامت، مسلمة ابن مخلد الأنصاري. حلو كده، دول أهم 3 عندي. طيب تعال نبص مع بعض على اعتمد فتح حصن بابليون على المساعدة والمدد. يدل التفاوض مع المقوقس بواسطة عبادة بن الصامت على تفضيل المسلمين للكفاءة والعلم. أدت تداعيات حصار المسلمين للطويل للإسكندرية على انتهاء الوجود الروماني في مصر. ايه شروط فتح حصن الاسكندريه؟ قال لك 1، ان المده هي 11 شهر، هيخرج الرومان ما يفكروش يرجعوا الاسكندريه تاني، هنحافظ على 150 جندي روماني و50 مدني ضمانا لتنفيذ الاتفاقيه بتاعه المسلمين وما بين الرومان، بقاء اليهود في الاسكندريه، وده كان بمثابه حجر العثره اللي حطه الرومان للمسلمين في مصر. نظام الحكم والإدارة، المسلمين يقول لك اللي ما تفهمش فيه ما تلعبش فيه، هحافظ على التقسيم الإداري، مصر العليا، مصر السفلى، مصر الوسطى، بس هقسم الداخلي اللي أنا بفهم فيه، فهتقسم مصر إلى 80 كورة، وكل كورة مقسمة إلى قرى. كان ولاة مصر خلال العصر في الخلفاء الراشدين كم واحد؟ 5، أهمهم عمرو بن العاص. وفي الأمويين بيعتمدوا الاعتماد الكلي على العرب، إلا في العصر العباسي يعتمدوا على الموالي. أهم أعمال الوالي عمرو بن العاص، الراجل ده بنى مدينة الفسطاط، بنى جامع عمرو بن العاص، حفر خليج أمير المؤمنين. ولما أجي أقول لك بنى مدينة الفسطاط ليه؟ تقول لي لأسباب سياسية وأسباب اقتصادية وأسباب حربية وعسكرية. ولما اجي اقول لحضرتك حفر خليج طرجان ليه؟ تقول لي لاسباب تجاريه بالمقام الاول والربط المدينه بشبه الجزيره العربيه، وفي الاخر عسكريه، امدادات من شبه الجزيره العربيه او الى شبه الجزيره العربيه. طب بنى جامع ايه؟ جامع عمرو بن العاص اللي بيلقب بتاج الجوامع. بنى ليه؟ ليكون اول مدرسه في مصر وافريقيا، اول جامع يصلى فيه صلاتي العيدين وصلاه الجمعه في مصر وفي افريقيا. ما بين العصر الولاة اللي كان فيه عمرو بن العاص وما بين العصر العباسي، قلتها لكم مش مكتوبة في الملزمة بس تدونوها عندكم، كان موجود عندي الآتي ألا وهو عصر الدولة الأموية، وبالتحديد عبد العزيز ابن مروان. جه عندي في مصر وسنة 73 هجريا أنشأ عندي مدينة جديدة اسمها مدينة حلوان. أنشأها ليه؟ لأسباب عمرانية صحية أو جغرافية صحية. الصحية إن هو كان مريضا بمرض الجذام، وده علاجه فين؟ في الرملة اللي في حلوان. طب جغرافيا إنها منطقة عالية قادرة تكشف له القاهرة بالكامل أو مصر بالكامل، لأن ما كانش لسه في قاهرة في الوقت ده. طيب في العصر العباسي الأول كان عصر قوة، ما كانش فيه حاجة اسمها دول مستقلة. أما في العصر العباسي الثاني ظهرت الدول المستقلة بسبب دور الفرس والأتراك في قيام الدولة العباسية. وهنا يبدأ يظهر عندي دول مستقلة، أشهرها هيبقى الطولونية والإخشيدية اللي احنا هناخدهم دلوقتي. طيب تعالى كده نبص ليه الولاة في العصر العباسي فكروا إن هم يستقلوا. بسبب ضعف الخلفاء العباسيين، بسبب بعد الدولة المصرية عن مقر الخلافة وعن بغداد. طيب ليه مكانة العنصر العربي كانت بتتراجع في العصر العباسي؟ قالك بكل بساطة لدور العباسي، لدور الفرس والترك في قيام الدولة العباسية، لأن في معركة الذاب 132 هجريا اللي قضى على الأمويين وساعد العباسيين كانت عناصر تركية وعناصر فارسية. العرب رفضوا يقتلوا الأمويين. نبدأ معايا الدرس اللي بعده ألا وهو العوامل التي ساعدت على ظهور الدول المستقلة، الدرس اللي هو الطولونية والإخشيدية.
ايه اللي ساعد على قيام دول مستقلة في مصر؟ غنى مصر الاقتصادي، بعد مصر عن مقر الخلافة، طبيعة أهل مصر الطيبة. وده جاني في الامتحان بتاع شهر مارس لما كان بيقول لي إن الدولة أو إن سياسة المصريين الطيبة كان لها أثر سلبي على النظام السياسي في مصر واستقلال الولاة بعيدا عن الدولة العباسية وعدم قدرة المصريين على حكم أنفسهم. أول واحد هيجي يستقل بمصر كدولة مستقلة هيكون شخص اسمه أحمد ابن طولون، وده تركي فارسي من العصر العباسي في عصر الخليفة العباسي، أو في عصر الخليفة العباسي عذرا، نشأ وترعرع. اسمه إيه؟ اسم لأبوه اسمه طولون. طيب الراجل ده وصل إلى حكم مصر إزاي، أو وصل إلى مصر إزاي؟ في البداية جاء إلى مصر نائبا عن زوج أمه بايك باك، توفى بايك باك فتولى نائبا عن صهره يرجوخ، ويرجوخ لثقته فيه قال له تسلم من نفسك إلى نفسك. وهنا بوجوده في مصر وخبرته السياسية ودهائه السياسي هيثبت وجوده في حكم مصر. إذن هو وصل إزاي؟ صلات اجتماعية. ثبت إزاي؟ ذكاء سياسي. خد بالك إن في فرق كبير منهم. يبقى هو بمجرد ما دخل أثبت منذ دخوله أنه شخصية جديرة بالحكم وقادرة على حل المشكلات، وأنه شخصية قوية تستطيع مواجهة المشاكل ومواجهة الأعباء. خد بالك ان انا كل حاجة حاطط لك عليها اللون الاحمر، تأكد ان دي جت في امتحان من الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت، او حتى الحاجات اللي انا حاطط لك عليها هايلايت ارجوك تركز عليها كويس جدا، لان دي حاجات جت في امتحانات السنين اللي فاتت. استغل نقط، وهجيب لك اسماء كتير من الدول المستقله، غالبه صفاريه ثمانيه ايا كان اللي هجيب اسمائه، واحط لك في النص احمد بن طولون. استغل نقط شخصيته القويه وخيرات مصر الاقتصاديه للاستقلال عن الخلافه العباسيه احمد بن طولون. استفاد نقط من ضعف الخلفاء العباسيين ومعاناه الخلافه العباسيه من الثورات احمد بن طولون. اسباب اهتمام احمد بن طولون بالسيطره على الشام. الراجل ده بعد ما وصل إلى مصر على طول قرر يمد نفوذه إلى الشام، وبالتحديد خد حمص، حلب، حما، طرسوس، وبتظهر خبرته في طرسوس، بينما يظهر تسامحه الديني في الكنيسة بتاعت حلب اللي رممها على حسابه. خد بالك من الاتنين دول. حلو. طب ليه؟ قال لك لمواجهة الدولة البيزنطية وتأمين المجال الحيوي المصري في الشمال. مد نفوذه إلى مكة والحجاز. ليه؟ عشان ياخد سلطة دينية. الذكاء السياسي لخماروي. بعد فترة من تولي أحمد بن طولون وإخماد ثورة العباس ابنه في مصر، رجع تاني على الشام، اتقتل. ولما اتقتل الراجل المحترم ده تولى ابنه خماروي. الخليفة العباسي كان خليفة في الوقت ده شرير حبتين، قرر يغدر بخمارويه ويبعت له جيش، بس خماروي كان راجل اداله على عينه عشان الخليفة العباسي يقول له احنا اسفين يا باشا تعالى نعمل صلح. فخمرويه هيقول له يلا يا باشا وانا هبدا بالصلح من عندي، خد البت بنتي قطر الندى جوزها لابنك. الخليفه يطمع فيها يتجوزها هو، وكده يبقى فيه زواج سياسي. وهنا اتبع وسيله اجتماعيه للوصول الى اهداف سياسيه. مين؟ خمروي. امال وصل بصلاته الاجتماعيه؟ لا ده احمد بن طولون، اوعى تلخبط ما بينهم. طيب وبكده يبقى كان ذكيا، او يلقب ببطل الحرب والسلام، وممكن يشبهه لك في اوقات كتيره بالسادات، هو خمارويه ابن احمد بن طولون. خد بالك ان خمارويه هو الوحيد في الدول المستقله اللي حارب الدوله العباسيه، بل وانتصر ايضا على الدوله العباسيه، عشان الخليفه العباسي يوعده يديله مصر 30 سنه هو واولاده. حلو كده. طيب مع الأسف بعد وفاة خمارويه ينكث الخليفة بوعده لخمارويه. هينكث بوعده لخمارويه ازاي؟ هيبعت جيش عشان يضرب دولة، أو يضرب الدولة الطولونية ويقتل كل آل البيت الطولوني عشان ياخد مصر مرة تانية. هستأذنك هنا في النقطة دي هتوقف الفيديو معايا وتجيب ورقة وتكتب، ده لو ما كنتش حضرت المحاضرة ابدأ اكتب العواصم بتاعت مصر لأنها مهمة جدا. العاصمة رقم 1 في الفتح الإسلامي الفسطاط، عاصمة رقم 2 في العهد الأموي هي الحلوان، العاصمة رقم 3 في العصر العباسي الأول هي مدينة العسكر، المدينة رقم 4 هي القطائع، المدينة رقم 5 هرجع تاني للعسكر هي في عهد الدولة الإخشيدية،
ولكن الخمسة في الإنشاء هي مدينة القاهرة. أدي الخمسة اللي أنا محتاجهم، احفظهم لي بالترتيب أرجوك عشان مهمة جدا. هتشوف في حصة حل الأسئلة أو في الفيديو بتاع حل الأسئلة وإحنا بنختار بنقول لك العاصمة الأولى أو الثانية أو الثالثة وما بجيب لكش اسمها، ركز فيها كويس جدا. فيدخل الخليفة العباسي مصر أو جيش الخليفة العباسي مصر ويدخل إلى مدينة القطائع ويدمرها. وده سؤال جه قبل كده كان بيقول لي تظهر العاصمة الرابعة في مصر، تظهر العاصمة رقم 4 في مصر نكث العهود بالنسبة للدولة العباسية. أيوة، في مدينة القطائع، حيث تنصل الخليفة العباسي من وعده لخمارويه ب30 سنة ليه هو وأولاده من بعده. بعد فترة، وبالتحديد أيام ما كان خمارويه بيحكم بعد أبوه، كان في والي على ولاية دمشق اسمه طغج، عنده ابن اسمه محمد. الولد ده كان نابغ ونابغة عسكرية. لما تولى على تكين أمن طرق الحجيج والتجارة، فارتفعت مكانته لدى الخليفة العباسي حتى لقب بالإخشيد ونال حكم مصر عن جدارة. وهنا ده وصل إلى حكم مصر بفضل إيه يا إخواتي؟ بفضل قدراته العسكرية. الراجل ده عمل إيه؟ وطد نفوذه في مصر. خد بالك هو بيتعلم من الأخطاء اللي وقع فيها مين؟ الدولة الطولونية. وطد نفوذه في مصر، قضى على الأمراء المعارضين ليه، وده بيدل على مواجهة الاضطرابات. أعاد الأمن مرة تانية، أعاد النظام، صد هجمات الفاطميين، وده جانب إيجابي استفادت منه الدولة العباسية. عشان لو جيت وقلت لك لعب دور المدافع عن الدولة العباسية من جهة الجنوب الغربي، هو عندي في مصر، اوعى تتخض، ما تنساش تعمل ايه؟ الكروس اللي انا بقول لك عليه، الكروس ده اللي بتاع الاتجاهات، الجنوب الغربي اللي هو مصر، الدولة الإخشيدية. اتخذ من مدينة العسكر عاصمة له، وعلى فكرة دي المرة الثانية اللي تتخذ فيها العسكر كعاصمة. المرة الأولانية كانت في العصر العباسي الأول، المرة الثانية في عصر الدولة الإخشيدية. استقل عن الخلافة العباسية مع التبعية الإسمية، محافظة على مكانة الخليفة الدينية. مد نفوذه للحجاز عشان ياخد صبغة دينية وياخد سلطة أيضا دينية. طيب، ايه أوجه الشبه والاختلاف ما بين الدولتين الطولونية والإخشيدية؟ ايه وجه الشبه الاول؟ خلينا في الشبه. الاثنين دول مستقله عن الدوله العباسيه، الاثنين دول قامت في مصر، الاثنين اصولهم غير عربيه، سهله وبسيطه ما فيهاش مشكله. تعال بقى لنقطه الاختلاف. الدولة الطولونية حاربت الدولة العباسية، الدولة الإخشيدية ما حصلش كده. الدولة الإخشيدية حاربت الفاطميين، الدولة الطولونية ما حصلش كده. الدولة الطولونية حاربت البيزنطيين، الدولة الإخشيدية ما حصلش كده. كلاهما، ودي نقطة مشتركة، سيطر على المقدرات الدينية اللي هي بلاد الحجاز، مكة والمدينة والقدس، وبالتالي يتشابهوا في السيطرة على المقدرات الدينية، يتشابهوا في الحصول على صلاحيات دينية. تمام كده؟ طيب، تبعيات السقوط للدولة الإخشيدية. عام، في الثاني، في الثالث، بعد وفاة محمد بن طغ، تولى ابنه أبو القاسم أونوجور، وده كان طفل في الوقت ده لما توفى محمد بن طغ، وتولى أبو القاسم، تولى على رعايته كفور الإخشيدي لمدة 27 سنة. حافظ على مصر بعيدة عن إيد الدولة العباسية، حافظ على الاستقلال المصري، حافظ على حكم أبو القاسم أونوجور، بعد عن الاضطرابات وسد هجمات الفاطميين. ولكن بمجرد وفاته يقول لجوهر الصقلي الخليفة المعز: إنني أرى أن درة الشرق أصبحت ناضجة يمكن قطفها. فالمعز يقول له: هيا اقطفها ناضجة حتى نحسر ونقهر العباسيين عليها. وبكده هيتحرك الجوهر الصقلي القائد الفاطمي للخليفة الفاطمي الرابع، اللي هو مين؟ المعز لدين الله الفاطمي، من القيروان متجها إلى مصر. هيدخلها، والراجل ده هيكون ذكي جدا 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 في إيه؟ إنه هيحيد قوة المصريين تماما. هيخش على المصريين بالثلاث ورقات: أنا مش جاي أحاربكم، أنا جاي أضرب الإخشيديين، الإخشيديين وحشين بيفرضوا عليكم ضرايب، أنا هعفيكم الضرايب، ها 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 ها. إذا أنا مش جاي أحاربكم،
فالمصريين ما ساعدوش الإخشيديين تماما، وبناء عليه دخل الأسكندرية صلحا عشان بكده تنهار وتسقط الدولة الإخشيدية، وتبدأ عندي دولة جديدة في مصر ألا وهي الدولة الفاطمية. ويتغير موقف مصر من دولة تابعة إلى الخلافة العباسية إلى دولة تابعة للخلافة الفاطمية، من دولة ذات توجه ومذهب سني إلى دولة ذات توجه ومذهب شيعي، بل وأنها تكون مقر لبث المذهب الشيعي في العالم كله حتى في عاصمة الخلافة العباسية في عهد المستنصر. وده اللي هنشوفه دلوقتي، تعالوا مع بعض. ليه الفاطميين كانوا مصممين ان هم عايزين مصر، لدرجة ان هم بعتوا كام حملة؟ 3 حملات قبل ما الرابعة تنجح. يبقى هم بعتوا 3 حملات والرابعة ايه؟ نجحت. 3 حملات كانوا في اول 3 خلفاء، عشان كده بقول لك المعز هو الخليفة الكام؟ هو الخليفة الرابع في الدولة الفاطمية، هو صاحب الحملة الرابعة. اما ال3 اللي قبليها ففشلوا مع الاسف. حلو. طيب تصميم الفاطميين على استيلاء على مصر ليه؟ لضرب الخلافة العباسية في أهم ولاية من ولاياتها، الولاية المصرية، ودي كانت الولاية اللي بتصدر لهم القمح وكانت بتأكل معظم الدول العباسية. اعتبار مصر هي مفتاح لنشر المذهب الشيعي في العالم الإسلامي، وهي المفتاح لبقية أفريقيا والمفتاح للعبور أيضا لآسيا. طيب جوهر الصقلي قلت دخل مصر ازاي؟ دخل مصر من جهة الغرب بكل سهولة، وصل إلى الأسكندرية. طب ليه قدر يهزم الإخشيديين بكل سهولة؟ قال لك بسبب معاناة مصر من الضعف والتدهور. الفاطميين استعدوا جيدا بجيش جرار. مهارة جوهر الصقلي في التفاوض مع المصريين لما قلت لك ان هو حيد المصريين جانبا. طيب مراحل الدولة الفاطمية هم 3 مراحل: مرحلة قوة، مرحلة تأسيس، مرحلة قوة، مرحلة ضعف. التأسيس فيها خليفة وقائد، الخليفة المعز والقائد جوهر الصقلي. طيب القوة دي فيها 3، فيها العزيز، فيها الحاكم، فيها المستنصر، ودول هنيجي لشرحهم دلوقتي. أما عن الضعف تبدأ بالمستنصر أو بالنصف الثاني من حكم المستنصر والمستعلي وصولا إلى العاضد، ودي اللي هسميها مرحلة الانهيار. طيب لما المعز جه في مصر واستقر فيها ده عمل ايه؟ قال لك 1، جعل مصر بعد ان كانت مجرد ولاية عباسية الى مقرا للخلافة الفاطمية، ادي 1. 2، جعل مصر مركزا لبث المذهب الشيعي في العالم، مصر اصبحت شيعية. بسط المعز نفوذه الشيعية من المغرب غربا حتى الشام شمالا شرقا، ومد ايده خد في شبه الجزيرة العربية مكة والمدينة حتى يحظى بنفوذ ديني ويخلي مصر هي قلب العالم الإسلامي. طيب من بعده يجي الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. الراجل ده عمل ايه؟ قال لك كانت انجازاته عسكرية وعمرانية. عسكرية، استطاع ان يوسع حدود الدولة الفاطمية وانتصر على منافسيه خارج مصر، واهم حاجة من منافسيه انه استطاع هزيمة القرامطة. مين القرامطة دول؟ خد بالك ان هم كانوا ايضا مجموعات شيعية ولكنها كانت منكرة التبعية للدولة الفاطمية، فهزمهم وهزم البيزنطيين في حلب. العمرانية أحسن استغلال الموارد في مصر وحدثها ونهض بها وأدخل محاصيل زراعية جديدة ووسع الزراعة واهتم بالبناء واهتم بالعمران وبنى المساجد وبنى الكتاتيب. كل ده عمله الخليفة المعز. كمان عمل قصر الذهب وعمل القصر الشرقي، بالإضافة لأنه عمل جامع القرافة وقصر عين شمس. يجي من بعدها في عصر القوة أيضا الحاكم بأمر الله. هب بإيه الباشا؟ قال لك الباشا ده اللي كان هبة تتميز فترته بالتناقض. يعني إيه تتميز فترته بالتناقض؟ قال لك الراجل ده غريب الأطوار، تمتاز ما بين الشجاعة، ما بين الجبن، ما بين الإقدام، ما بين الإحجام، ما بين اللين وما بين الشدة، بسميها جوانب سلبية. وطيب تعال نشوف قدرة الراجل ده عمل ايه. قال لك الراجل ده رغم سلبياته الا انه كان
قادر على إقرار الأمن والقضاء على الفوضى اللي كانت سائدة في أوائل عهده، وهعتبر إن دي جوانب إيجابية. يبقى هوبا ولا مش هوبا؟ أقول لك هو هوبا ونص، بس استطاع إن يكون ليه جوانب إيجابية. طيب، في عهد المستنصر لدين الله، الراجل ده أو المستنصر بالله، الراجل ده هيمر مرحلته بجزئين. الجزء الاولاني الا وهو جزء القوه، لدرجه ان هو هيستميل الخليفه او يستميل الوالي ارسلان البساسيري على بغداد ان هو يدعي له على عذرا ان هو يدعي له على منابر الدوله العباسيه في بغداد. وده انتصار ساحق لو تعلمون، ده وصول نفوذ لحد الخلافه، عاصمه الخلافه العباسيه. حلو. وهيوصل كمان الى صقليه في جنوب اوروبا. وخد بالك بقى ان انا عندي العزيز توسع في الخارج، بس اوسع حد للدوله الفاطميه كان في عهد المستنصر. تاني، يبقى مين اللي توسع؟ العزيز. طب اوسع هو المستنصر، يبقى اوسع اتساع في عهد مين؟ في عهد المستنصر، حتى وصل الى جنوب اوروبا. قدر ان هو يستميل القائد ارسلان البساسيري، قلناها، وقدم له الخطبه على المنابر، وده يعتبر دهاء سياسي. هنا في منتصف عهده حدثت أزمة اقتصادية طاحنة، فتكت حرفيا بكل الأخضر واليابس في مصر. جف النيل، فمات الزرع، فماتت الحيوانات، فأصبح المصريين يأكلون بعضهم البعض. وهنا هيبدأ يستنجد ببعض الوزراء اللي موجودين في عكا، على رأسهم بدر الجمالي. وبدر الجمالي لما هيجي هيشترط ان هو يكون ليه بعض الصلاحيات السياسيه، عشان من عهد المستنصر بدايه من عهد المستعلي يبدا عندي حاجه اسمها عصر سيطره الوزراء، اللي هو بدايه الدمار والانهيار للدوله الفاطميه الشيعيه في مصر. بدر الجمالي هيورث الحكم للأفضل شاهنشاه، ومن بعده يجي بعض الوزراء أقوياء وضعفاء، حتى تحدث ما بينهم مشاكل، وبالتحديد ما بين شاور ودرغام. ايه اللي هيحصل؟ شاور هيجيب نور الدين محمود، ودرغام هيجيب عموري ملك مملكة بيت المقدس. فيحصل تسلط من الوزراء ويطمعوا في الحكم. هيشترك الخليفة في مؤامرات ضد الوزير، وده بيدل على ضعف الخلفاء جدا، لدرجة انه مش قادر يشيل وزير. هذه الخلافات هتبلغ اقصى نقطة ليها في عهد 2، في عهد شاور وعهد درغام. طيب، ايه هي عوامل ضعف وسقوط الدولة الفاطمية؟ طالما قلت عوامل ضعف وسقوط، يبقى ضعف وسقوط الحكام بس، ضعف وسقوط الخلفاء. العامل الرئيسي لسقوط اي دولة استعانة الوزراء بقوة خارجية. شاور هيجيب نور الدين محمود ومعاه أسد الدين شريكو ومعاه صلاح الدين الأيوبي. درغام هيجيب عاموري ملك مملكة بيت المقدس. الصليبيين كانوا عايزين يقضوا تماما على الدولة الفاطمية عشان يدخلوا مصر، لأن فريدريك الثاني قال لهم إيه؟ إذا أردتم مفاتيح بيت المقدس فإنها موجودة في مصر. وده لسه هنشوفه على فكرة في الحملة الخامسة. قضاء صلاح الدين الأيوبي على الدولة الفاطمية في عهد الخليفة العاضد. بعد ما توفى العاضد أعلن صلاح الدين الأيوبي انتهاء الدولة الفاطمية وبداية دولة جديدة هي الدولة الأيوبية. طيب، إيه اللي حصل أو ما الدروس المستفادة من سقوط الدولة الفاطمية؟ أقول لك بكل بساطة مخاطر الصراعات. اي صراع داخلي لازم نتعلم ده يا اولاد. البيت بتاعك لو مش سوي، اي حد معدي هيديك على قفاك. لو في صراع داخلي داخل الدولة، ده يؤدي للضعف ويؤدي للتفكك. يبقى ضعف رأس السلطة، كمان لو رأس البيت أو رأس السلطة شخص ضعيف، أي حد هيديله على قفاك. يدل تدخل القوى الخارجية على عدم النضج السياسي للوزراء. الوزراء ما كانوش مقدرين ان لو حد جاي لي من بره ده مش عايز يساعدني، ده طمعان فيا يا أغبية. أدى ضياع حلم عموري في دخوله إلى مصر إلى تطور الأوضاع إلى حكم صلاح الدين في مصر. طب ما تيجي نبص مع بعض كده على وجود الدولة الأيوبية، وإيه هي الحروب الصليبية، وليه أصلا في حروب صليبية. قال لك في حروب صليبية لأن هيحصل الآتي. قال لك هيحصل مشاكل كبيرة في أوروبا، وأوروبا هتكون على شفا حفرة من الانهيار. طيب، عن إذنكم لحظة. طب هتنهار ليه أوروبا؟ قال لك للعديد من المناطق أو من العديد من الأسباب عذرا. أولها أسباب سياسية، ثم أسباب دينية، ثم أسباب اقتصادية، ثم أسباب اجتماعية.
طب ما تيجي نبص على أسباب سياسية. سياسي يعني أمراء، سياسي يعني أمراء، أهداف شخصية للأمراء. أمراء أوروبا عايزين يبقوا ملوك، عايزين يكونوا لهم إمارات، عايزين أهداف شخصية وتطلعات. بس يبقى احنا عايزين نروح مكان تاني. لسه أنا بتكلم دلوقتي إن أنا مش عارف أنا عايز أعمل إيه. حلو. دينيا، باباوات أوروبا بيبصوا كده على الكوكب، قال لك المدينة اللي اتولد فيها سيدنا عيسى احنا لو سيطرنا عليها ناخد سلطة دينية أعلى، يبقى عندنا سلطة بابوية أكبر. وبكده أنا محتاج أسيطر على هذه المنطقة. اسمها إيه؟ اسمها القدس أو بيت المقدس. خد بالك، أنا مش عايز أجي أقول لك أنا حرامي، مش هينفع أقولها، فأنا لازم أعلن أسباب منطقية. إيه الأسباب المنطقية اللي هتدخل تحت بند العلنية؟ إنها أسباب دينية. أنا جاي أحرر المسيحيين الغلابة اللي بيضطهدوا من المسلمين. إيه. أنا هحرر المسيحيين اللي بيمنعوهم إن هم يروحوا يحجوا. إيه والنبي يا راجل، دي اسباب ايه؟ اسباب علنيه هيقولوها للعالم، قال يعني احنا جايين نحرر المسيحيين. بجد هتحررهم؟ طب هتعمل ايه اول ما تشوفهم؟ هنيجي نشوفها دلوقتي لما يخشوا بيت المقدس ويقتلوا 60,000 واحد، كان من ضمنهم 10,000 مسيحي. اذا دول مش مسيحيين ولا يمطوا للمسيحيه بالصلاه. اقتصاديا عندي النبلاء والفرسان، ناس اغنياء نفسهم يغتنوا اكتر. يا راجل هتروح في اكتر من كده فين؟ هتحصل نجيب ساويرس؟ عايز تروح فين؟ قال لك والله انا عايز ازود الدخل بتاعي وافتح بيزنس جديد. ودي بقى هي الاسباب الحقيقيه للحملات. اسباب ايه؟ اسباب سرقه. فهقول ان دي اسباب دفينه. اسباب ايه؟ دفينه. اكبر واقوى قوة هتسند عليها الحملات الصليبية هي اللي جاية دي، هي القوة الاجتماعية. حصل ان كان في نظام اسمه نظام الاقطاع. ايه هو نظام الاقطاع؟ شخص جبار زي كده جايب مجموعة من العبيد شغالين عنده بالسخرة بالعافية، يا دوب بيديهم اكل وشرب بالعافية، ولو هيبيع الارض بيبيعها بالعبيد اللي عليها. اذا ارتبط مصير العبيد بمصير الارض الزراعية، وبكده أقنان العبيد دول فقدوا حريتهم، فقدوا آدميتهم، فقدوا مرتباتهم، ما بقاش ليهم أي حقوق. وهنا هقدر أقول إن أقنان الأراضي أو العبيد حاولوا يخرجوا من عباءة الاستعباد إلى الحرية، وده اللي هيؤدي إلى الخروج إلى الشام وبلاد الشرق، مما يعني أن أوروبا كانت تعاني من انعدام العدالة الاجتماعية والتفاوت الطبقي. ده كله بيظهر في مقولة واحدة للبابا أوربان، بيقول لهم إيه؟ اذهبوا إلى بلاد اللبن والعسل. طيب ايه بقى العوامل اللي شجعت الصليبيين ان هم يجوا يلسعوا العالم الاسلامي على قفاه؟ سهله جدا. قال لك يا باشا العالم الاسلامي في الوقت ده متقسم كام جزء؟ يا راجل الدوله السلجوقيه، الدوله الفاطميه، الدوله العباسيه، بلا بلا بليه ايه ده انتوا مين؟ انا هواجه مين؟ الانقسامات اللي بتدب في العالم الاسلامي، شيعي بيضرب سني، درزي بيضرب كردي، علوي بيضرب الاثنين. انتوا تبع مين؟ الانقسامات داخل العالم الاسلامي وعدم وجود قوه موحده تدافع عن العالم الاسلامي. الوحده اهم شيء في المواجهه. يبقى تفكك القوه وضعف الخلافه العباسيه. طيب ايه اللي هيؤدي لقيام الدوله الايوبيه في مصر؟ واحد، فشل عاموري في احتلال مصر بسبب وجود اسد الدين شيركو وصلاح الدين الايوبي. اتنين، ضعف السلطة الفاطمية في مصر وتولي أسد الدين شيركو كأول وزير سني في الدولة الفاطمية الشيعية، بعد كده منه صلاح الدين. أهم أعمال صلاح الدين الأيوبي بقى، قال لك والله صلاح الدين الأيوبي بمجرد ما جاب الكرسي وقعد على حكم مصر أدرك إن هو عنده حاجتين لازم يعملهم. الدور الأولاني هو دور دفاعي. أنا لازم أهادن ملك مملكة بيت المقدس اللي كان اسمه بلدوين الرابع. هعمل إيه؟ هعمل معاه معاهدة لمدة 5 سنوات عشان أقدر أجهز نفسي وأوحد العالم الإسلامي. طب والدور الثاني؟ في أثناء وجود صلاح الدين الأيوبي وأثناء المعاهدة يجي إرناط أو رينو دي شاتيو يعمل إيه؟ بكل بساطة هذا الرجل راح وقتل الحجاج المسلمين العزل الذين لم يكونوا يحملوا أي أسلحة، بل وإنه وصل بالجبروت إنه عايز يجهز جيش ويطلع يهدم الكعبة.
وبناء عليه قال لك عمر صلاح الدين الايوبي، عذرا، صلاح الدين الايوبي هيروح ويجهز جيش عشان يقابلهم في حطين. صلاح الدين هزم الصليبيين في حطين في فلسطين. طيب، هل في ناس حاولت تحارب الصليبيين ما قبل صلاح الدين الايوبي؟ اقول لك طبعا يا راجل. اللي بعته نفسه مين؟ عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، هما الاثنين اللي باعتين صلاح الدين الايوبي. حاولوا يواجهوا الصليبيين اكتر من مره. اول مره عندهم لما جمعوا وحملوا رايه الكفاح ضد الوجود الصليبي، ودي نقطه مشتركه ما بين صلاح الدين وعماد الدين زنكي، واحيانا بينضم ليهم نور الدين محمود. الاثنين حققوا انتصارات على الصليبيين. الاثنين كان عندهم فكره التوحيد العالم الاسلامي هو السبيل الوحيد لهزيمه الصليبيين. طيب، انتصرنا ليه؟ قال لك طبعا بعد نصر ربنا سبحانه وتعالى، الاستعداد الجيد للمعركة، دراسة أرض المعركة والطبيعة الجغرافية جيدا، اتخاذ القرارات الحاسمة وفي الأوقات المناسبة. أهمية معركة حطين بقى بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للصليبيين. بالنسبة للصليبيين كانت هزيمة، الناس دي ما كانتش بتتهزم، وكانوا بيقول لك نحن جيش البابوية الذي لا يهزم. النهارده انت اتهزمت واثبتت الفشل الذريع. استرداد بيت المقدس، وده واحد من المقدرات الإسلامية الهامة، تحويل موقف الصليبيين من الهجوم إلى الدفاع واستحالة بقائهم في الشام. أظهرت أهمية وحدة العالم الإسلامي ومواجهة الأخطار وقدرة صلاح الدين العسكرية والقيادية. فيما بعد جت عندي الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد قلب الأسد، فريدريك بارباروسا وفيليب إغسطس. ريتشارد وصل، فيليب رجع عشان اخوه عمل عليه انقلاب، وفريدريك غرق في البحر، وبكده تبقى فشلت، ووقع صلاح الدين صلح الرملة مع ريتشارد قلب الأسد. ومن ساعتها ما رجعوش تاني في حياة صلاح الدين. هيرجعوا امتى؟ بعد وفاة صلاح الدين في عهد الملك العادل اخو صلاح الدين. هتيجي الحملة الخامسة، ولكنها هتفشل لانها مش دارسة كويس الطبيعة الجغرافية للأراضي المصرية. هتنزل في دمياط في وقت الفيضان، هتغرز وتقف، مش هتقدر تتحرك، فهتهزم وترجع. بعد فترة هيحكم أولاد العادل، هم كانوا ثلاثة: المعظم عيسى، الأشرف موسى، والكامل محمد. مع الأسف الثلاثة هيضربوا في بعض. أشهر اتنين عندي هيضربوا في بعض، الكامل والمعظم. الكامل محمد ده هيعمل كارثة، ايه هي؟ هيستدعي فريدريك الثاني عشان يجي ويحارب أخوه المعظم عيسى، ولكن المعظم عيسى هيتقتل في أحد المعارك. فهيتبقى الكامل محمد يقول لفريدريك ما تجيش خلاص أخويا اتقتل. ففريدريك قال له ها هو دخول الحمام زي خروجه، أنا جيت يا بيه افتح. وهيخش بالفعل ياخد دمياط، وهيقرب على المنصورة. هناك هيروح له الكامل محمد وهيقول له تعالى نقعد مع بعض ونعمل مع بعض اتفاق أو صلح يافا. اتفاق أو صلح يافا هو اتفاق ضمني يرفضه كل من المسلمين والصليبيين. طب ليه المسلمين؟ قال لك عشان الباشا الكامل قال له اتفضل ما تخشش مصر، بس خد القدس هدية، من غير ما يواجه، من غير ما يحارب، والله ما رفع عليه سكينة مطبخ. يخرب بيتك، سلم له ايه؟ سلم له القدس. طيب بالنسبة للصليبيين، انا كده عرفت المسلمين ليه، عشان عايزين يقاتلوا دفاعا عن المسجد الأقصى. طب والصليبيين معترضين ليه يا مستر؟ اقول لك عشان هو اصلا كان بدأ يدخل وياخد مصر. لو هو كان اسقط الكامل محمد وخد مصر كان هياخد معاه القدس هديه، وبالتالي الصليبيين كانوا معترضين ان انت راجل بدات تنتصر في مصر، ما كنت خدت وكملت، كنت خدت مصر وبعد كده نبقى نشوف بيت المقدس. تمام؟ يبقى الصليبيين كانوا طماعين اكتر، عايزين مصر وبيت المقدس، بينما الكامل تخلى عن بيت المقدس خالص. وبكده يبقى الحمله الصليبيه السته كمان رجعت. بعد فترة ليست بالبعيدة تيجي عندي الحملة الصليبية السبعة بقيادة لويس التاسع. في الوقت ده كان اللي بيحكم اسمه الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل، ولكن ده راجل جدع هو وابنه توران شاه، وهيحاول يدافع عن المصريين وعن مصر والعالم الإسلامي. ولكن مع الأسف هيتوفى في أول أيام معركة وأول أيام الحملة. تتولى من بعده القيادة شجر الدر وابنه توران شاه. بعد ما توران شاه يقدر ينتصر على
الصليبيين ويرجع لويس التاسع أسيرا إلى بلاده في فرنسا، يتبقى عندي شجر الدر، وهي موجودة عندي فين؟ في مصر، بعد مقتل تورانشاه، عشان تبدأ تتجوز عز الدين أيبك وتبدأ عندي دولة جديدة اسمها دولة المماليك. أشهر من حكام دولة المماليك هو سيف الدين قطز، اللي هيدخل معركة عين جالوت بمساعدة الظاهر بيبرس إلى جواره. هيعملوا إيه الاتنين؟ هينتصروا في معركة عين جالوت على المغول. ملحوظة مهمة: لو كانت سقطت مصر على إيد المغول لسقط الدين الإسلامي، لأن مصر كانت آخر دولة إسلامية سنية في العالم بعد سقوط بغداد والخوارزميين والسلاجقة. يتبقى لي مين؟ كان باقي لي مصر فقط. فالله سبحانه وتعالى حفظها وانتصرنا في عين جالوت حتى طردنا الصليبيين. قبل معركة عين جالوت كان بيتعامل المغول مع المسلمين بالشدة والحزم والضرب، بينما بعد عين جالوت بمحاولة الإنهاء على المسلمين من خلال التحالفات مع الصليبيين، مع السلاجقة، مع إلى آخره. وبكده يبقى قدرنا ننتصر في عين جالوت. طب قدرنا ننتصر ازاي؟ قال لك من خلال دور سيف الدين قطز. طب ايه دور سيف الدين قطز؟ اهتم برفع الروح المعنويه لصد الاخطار، اخذ راي العلماء على راسهم الشيخ العز بن عبد السلام، نجح في جعل الشعب المصري سيف ودرع للامه، قاد الهجوم بنفسه فالتف حوله او التفت حوله القوى الاسلاميه بالكامل. طيب دور سلاطين المماليك ده جميل جدا، لانه دايما في الغالب بيجي مباشر. اول مماليك معايا اللي بيجي دورهم الظاهر بيبرس. الراجل ده استرد مجموعه من الامارات ومهد لفتح اخرى، استرد انطاكيا، استرد الكرك، ارسوب ويافا، وده بيدل على قوته وخبرته العسكريه. نجح في مواجهه التحالف المغولي السلجوقي، وبيدل على دهائه السياسي العسكري. السلطان المنصور قلاوون قدر يستولي على حصن المرقب، استرد طرابلس ومن الصليبيين، وده دليل على القوة العسكرية. تصدى للتحالف المغولي في حمص، وأدى إلى إفشال التحالف المغولي الأرميني. السلطان الأشرف خليل قضى على الصليبيين داخل الشام، وبكده قضى عليهم في الداخل الشامي، واسترد عكا في القرن ال13، واستعاد الكثير من المدن الساحلية. فلم يبقى للصليبيين إلا المدن على الشريط الساحلي بس متحصنين بيها، وده أدى لإنهاء وجود الصليبي في الداخل الشامي. سلطان الناصر محمد بن قلاوون بفضل جهوده العسكرية والسلمية زال الخطر المغولي تماما من العالم الإسلامي. الأشرف بارس باي هو الراجل اللي أخضع قبرص وجاب الملك جانوس مكبل الأيدي إلى القاهرة مذلولا بسبب اعتدائه على المصريين في الأسكندرية، وسماها المصريين جاموس. وإلى هنا تنتهي مراجعة الباب الأول للصف الثاني الثانوي. نلقاكم على خير إن شاء الله في مراجعة الباب الثاني. ما تنساش تروح تتفرج على الفيديو بتاع حل الأسئلة. يلا يا باشا، قابلني على هناك.